احلى مسا على اخواتي الحبايب، يا رب كلكم تبقوا بخير. مكسب مهم بالثلاثيه، عاده الثلاثيات، عاده الثلاثيات، عاده الاجوان كده الجميله اللي تفرح الواحد بس بغياب الاداء. تقول لي ازاي بغياب الاداء؟ هقول لك كل حاجه، كل التفاصيل، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي الحبايب، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي يا رب. زي ما اتعودنا قبل بدايه اي حاجه، صلي على سيدنا محمد، وبعد الصلاه على سيدنا محمد لو بتتفرج على الفيديو قد الصلاه اقفل الفيديو وروح صلي، وبعد كده تعالى كمل الفيديو. ماتش نادي الزمالك ونادي حرس الحدود اللي انتهى بنتيجه الثلاثيه، الثلاثيه يا جدعان، ثلاثيه انتهى 3-0. 3-0. مش عارف اقول ايه، والله ما عارف اقول. هتفرح اللي كتير ما كسبناش يا جدعان بالشكل ده. بس تقول لي انت فرحان قوي، طب انت في المقدمه قلت بدون الاداء، يعني احنا كسبنا مثلا بايه؟ طب ما 3-0 ازاي يعني وبدون اداء؟ بدون اداء والله. والله احنا تقريبا لعبنا في الماتش كله 90 دقيقة، وقول بالوقت بدل ضايع 4 دقايق يعني 95 دقيقة، وقول بالوقت بدل ضايع يعني. احنا لعبنا فيهم 10 دقايق جبنا فيهم التلات اهداف وبس. يعني احنا لعبنا قول يا عم ربع ساعة و80 دقيقة ما لعبناهمش. 80 دقيقة في مجموع الماتش كله ما لعبناهمش ازاي؟ طب ما تفهمني. هفهمك كل حاجة. خلينا نبدأ سرعة كده بالتشكيلة اللي بدأ بيها مدحت عبد الهادي. حراس المرمى محمد صبحي. خط الدفاع كان الونش وعبد المجيد وعبد الغني وفتوح ومسلوس. خط الوسط كان نضاي ودونجا. وخط الهجوم كان نزيز ومصطفى شلبي وناصر منسي. دي الخطه اللي بدأ بيها. طب التكتيك كان جوه الخطه، جوه التشكيله كان عامل ازاي؟ كان عامل بالمنظر ده: الونش وحسام مجيد ومسلوسي. امامهم كان محمد عبد الغني ودونجا ونضاي وزيزو وفتوح وشنبي. وراس الحربة كان ناصر منسي. دخل المنظر في حاله الهجوم، بس كان في منظر الدفاع لكل الاسامي اللي قلتها دي كانت واقفه ورا. ال 11 لاعب بمحمد صبحي واقف في حراسه المرمى، وال 10 التانيين كلهم ورا. تمام تمام. نادي الزمالك بدأ المباراه بلا ضغط، بلا اي حاجه. بدأ المباراه خط الهجوم يضغط وبس. دي اللي ضخ، دي اللي حصل فاول لعبناها، راح عبد الغني لعب الكوره الناحيه الثانيه، ابراهيم رضاي راح جاب الكوره اوب صنع الجون لناصر منسي. ناصر منسي سجل الهدف الاولاني في الدقيقه 13. ناصر منسي المعلم. الصفقه اللي انا كنت مش ممكن ما طلعتش اتكلمت عليها في فيديو وما قلتهاش صفقه، بس الصفقه دي انا لما جت كان حوالين صحابي، انا قلت لهم في ناس كتير قوي كانت شايفه الصفقه دي هتفشل من صحابي، لا ومن ناس كتير قوي اعرفهم. قلت لهم لا، الصفقه دي هتبقى من انجح صفقات نادي الزمالك الفتره الجايه، هتبقى من انجح صفقات نادي الزمالك الجايه. هي واحمد بالحاج، ناصر منسي واحمد بالحاج هيكونوا من اجمد صفقات نادي الزمالك عملتها بجد. الاثنين دولت خد مني الكلمه ثقه ما تراجعش ورايا. وشفنا جول ناصر منسي في الدقيقه 13. بعد كده جون ضايع من ابراهيم نضاي بشكل غبي قوي. ابراهيم نضاي ولنا معلومات كان نتكلم على ابراهيم نضاي، وراح ناصر منسي كمل عليها ولكن جت في القائم، جت في العارضه. فالكره دي كانت في الدقيقه 42. بعد كده جون حسام عبد المجيد، راجل المباراه، علم الناس يا حسام يا عبد المجيد. رجوع الونش رجع مستواه، من الاخر رجوع الونش رجع مستوى حسام عبد المجيد. رجوع الونش رجع حسام عبد المجيد. للعلم انت كان برضه عندك اخطاء، بس مش الاخطاء بتاعت الاخطاء، اخطاء تعدي وتخلي الواحد بص يغض بصره عنها يا ما شفتهاش. تمام. رجوع الونش هو اللي رجع لك البار ورجع لك الطاقه ثانيه. كان الجون بتاعه في الدقيقه 46، لكن بعد كده الماتش خلص. بدأنا الماتش في تبديل على طول حسام لحاتم سكر. في بدايه الماتش على طول حاتم سكر نزل مكان احمد فتوح. للعلم كده احمد فتوح طلع من الماتش بجهاد اصابه حاجه زي كده، وهنعرف واما نعرف هنقول ان شاء الله. حاتم سكر قدم مستوى هايل. اللاعب مهاري بصراحه، لاعب واقف في ارض الملعب بشكل هايل، احسن من الماتش بتاع مصر اللي نزلوا. لا قدم في الماتش ده شوط او شوط تاني كان شكله هايل فيه. شفنا التبديله دي في اول الماتش. شفنا بعد كده تبديله سيف فاروق جعفر مكان نضاي في الدقيقه 67. والتبديل ده كان المفروض يتعمل برضه مع تبديله حاتم سكر من اول الماتش، كان المفروض يتعمل من اول الماتش تبديله جعفر مكان نضاي دي. تمام. بعد كده شفنا تبديله اسامه نبيل مكان شلبي في الدقيقه 75. نزل اسامه جلال اسامه نبيل قصدي مكان شلبي، بسبب ان شلبي جاله شد
خفيف كده ان شاء الله. وبعد كده شفنا تبديله احمد بن حاج اللي سجل هدف مكان ناصر منسي في الدقيقه 85. وشفنا الجون الثالث بتاع احمد بن حاج بصناعه يعتبر سيف فاروق جعفر في الدقيقه 91. كل حاجه كانت ماشيه في المباراه بشكل هايل وبشكل جيد جدا، ما عدا مدحت عبد الهادي وابراهيم رضاي. ابراهيم رضاي انت لعبت في مركز صانع العاب، انت قدمت كل ما مطلوب منك، بترجع تدافع بشكل هايل، بتفتح اماكن وبتفتح مساحات بشكل هايل، بتمرقص بشكل هايل سريع بشكل ما اجمد منه، بتعمل كل حاجه. الفينش بتاعك ضايع. هتقولي طب الفينش على المرمى؟ لا، الفينش على المرمى والفينش في الباز، الفينش في كل حاجه كان ضايع في الماتش ده. كنتش عارف تباظ صح، كنتش عارف تشوط على المرمى صح، ما كنتش عارف تعمل اي حاجه صح، غير بس ان انت كنت بتفتح صح، بتحضر مع اللعيبه صح، قصدي بتفتح صح، كنت بتضغط مع اللعيبه صح. بص كنت بتعمل كل حاجه صح ما عدا الفينش. الفينش عموما كان ضايع، فانا اتمنى منك ان انت تلعب تاني وتنزل بشكل اساسي وبتلعب في نفس المكان ده في صانع العاب، بس تظبط نقطه الفينش. بس انا عايزك زي ما انت وزي مستواك اظبط نقطه الفينش. لو ظبطت نقطه الفينش اضمن نفسك اساسي في تشكيله نادي الزمالك. مدحت عبد الهادي يا حبيب قلبي، انت ماسك تتدرب نادي الزمالك، انت مش ماسك نادي طلع من درجه تانية عايز يحفظ يكون في الدوري. انت ماسك نادي الزمالك فوق، ها؟ احنا مش هنتكلم عليك كتير عشان كده كده انت خلاص بخ. انت مدير الحمد لله وصل وكان موجود للعلم في المباراه النهارده في الاستاد، وكان بيشاهد الفريق للعلم الحمد لله يعني. فمدحت عبد انت تعبتني، انت زي 90 دقيقه مدحت عبد بتدافع. الاجوان اللي جت يا جدعان، الاجوان اللي جت منهم جون اللي هو بتاع صفر، بتاع قصدي جول احمد بن حامد ده كان فرصه والكلام دوت ومرتد، والجول الثاني يعتبر من كور ثابته، من كور ثابته، مفيش تكتيك، مفيش حاجه حصلت. مدحت عبد بيدافع بس، جاب الجول رجع يدافع، جاب الجول الثاني رجع يدافع، جاب الجول والله الجول الثالث ده كان جه في بدر شوكه رجع دافع برضه. بس انت مش فاهم حاجه غير في الكوره غير الدفاع، انت بتدافع بس. طب يا عم احنا عندنا كوبر لما كان ماسك منتخب مصر كان بيدافع ال 90 دقيقه بيدافع، بس كان بيحسسنا المتعه. انت ولا عارف تدافع ولا عارف تعمل متعه اساسا. انت الدفاع بالنسبه لك ان هو بترجع ال 11 لاعب يقفوا ورا بس. انت احمد ربنا ان الونش ومسلوسي ومدحت حاتم سكر وحسام مجيد كلهم كانوا واقفين على رجلهم. واحب في النهايه اتمنى ان الاداء المستمر بجد لحسام مجيد وكل اللعيبه وبالذات ابراهيم رضاي يقدر ان شاء الله يظبط الفينش، وان شاء الله نشوف اداء جيد مع المدير الفني الجديد. وبس لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.